السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات ام سايدة. فين احنا كده؟ احنا الاول في محافظة اسكندرية في العجمي، تحديدا كده في ظهر هايبر العجمي ستار. الشارع اللي احنا فيه ده اسمه شارع رجب الحاج رجب الطلخاوي. كده في وشنا كده على طول هيبقى هايبر العجمي ستار اللي هو الباب الجانبي. لكن جولتنا النهارده فين؟ جولتنا النهارده في شارع المحمدي. فين شارع المحمدي؟ هوريه لكم دلوقتي. يبقى احنا كده في شارع رجب الطلخاوي اللي هو في ظهر الهايبر على طول. الشارع اللي جاي ده هيبقى شارع عبد الفتاح الطلخاوي، طبعا غني عن التعريف، معروف جدا هنا في مربع الهايبر. شارع عبد الفتاح معروف جدا، شارع كله حركة، عملنا فيه جولات قبل كده كتير. لكن احنا النهارده زي ما قلت لكم جولتنا في شارع المحمدي. هوريكم هندخله ازاي من عند شارع عبد الفتاح الطلخاوي. الشارع ده كده عبد الفتاح الطلخاوي اللي احنا فيه ده كده، بصوا كده بيطلعني على طريق اسكندريه مطروح. هيبقى قبل على طول الهايبر. يعني انا لو مشيت كده، انا اهو كده لو مشيت كده على طول، انا ماشيه معاكم وهرجع تاني للشارع. لو مشينا كده على طول يبقى احنا طالعين على طريق اسكندريه مطروح. طب فين بقى كده شارع بسم الله. ادي كده كده شارع المحمدي. يبقى اول شارع عبد الفتاح الطلخاوي، اول تقاطع من شارع عبد الفتاح الطلخاوي. نعدي كده يبقى شارع المحمدي، او معروف كمان بشارع الجمعيه الشرعيه عشان في الجمعيه الشرعيه. يبقى فين؟ يبقى هو يعتبر اول شارع من عبد الفتاح الطلخاوي واحنا داخلين على يميننا لو احنا جايين من طريق اسكندريه مطروح. بس احنا جايبينه مع بعض من عند شارع رجب الطلخاوي في ظهر الهايبر. ميزة بقى الشارع ده انه شارع حيوي، غير انه حيوي كده متفرع من شارعين معروفين جدا. نعدي بس. اللي جاية على شمالي دي هتبقى الجمعية الشرعية، عشان كده الشارع كان معروف اكتر بالجمعية الشرعية. اهي اللي هي دي كده الباب بتاعها. الشارع اللي جاي ده كده الجمعية الشرعية، الباب الرئيسي بتاعها من الشارع اللي جاي ده كده. ادي كده الجمعية الشرعية، عشان كده الشارع معروف بشارع الجمعية الشرعية او شارع المحمدي. الشارع بقى ده قلنا ان هو شارع حيوي، غير انه كمان موقعه كويس قوي لانه ما بين شارعين معروفين جدا في البطاش، زي شارع عبد الفتاح الطلخاوي اللي احنا جايين منه، او الشارع اللي جاي اللي هو في الاخر ده اللي جاي اللي هو هيبقى شارع البستان. سواء ده او ده الشارعين من الشوارع المعروفه، بس طبعا عبد الفتاح اكتر. عدينا بس. كمان غير ان احنا كمان اي شارع على يميني يدخلني على طريق اسكندريه مطروح. كده ماشيين. الشارع اللي جاي زي ما قلت لكم هيبقى شارع البستان. لو حودت من اي شارع على يميني هيطلعني على طريق اسكندريه مطروح. وادي ده كده شارع البستان. طلعت كده يبقى بطلع على طريق اسكندريه مطروح، مشيت العكس يبقى داخله شارع البستان جوه، ومن شارع البستان بطلع على شارع عين شمس. كده يعني انا طولت كده وممكن بيطلعني على شارع عين شمس في الاخر خالص، وادخل يطلعني على شارع عين شمس. طب نمشي كده. لكن احنا لو مشينا كده العكس يبقى احنا كده طالعين على طريق اسكندريه مطروح. هيبقى في وشنا على طول ابراج العائله ومستشفى عباس حلمي.
والبريد ومكتب البريد. لو دخلت على شمالي كده يطلعني على شارع كده، يطلعني على شارع اسماعيل الطلخاوي. برضو بدخل في شارع اسماعيل الطلخاوي، لو دخلت في الاخر برضو يطلعني على شارع عين شمس، وبطلع منه كمان على شارع سعد زغلول. في كده زي طلعايه كده بنطلعها في الشارع، نطلعها كده مع بعض بسم الله. يبقى انا لو دخلت من الشارع اللي فات ده على شمالي اللي هو شارع اسماعيل الطلخاوي، بطلع منه على شارع عين شمس، وبطلع منه كمان على شارع سعد زغلول. كده احنا طلعنا على طريق اسكندريه مطروح. بصوا في وش مننا على طول اهي ابراج العائله اهي كده في وشنا على طول، مستشفى عباس حلمي ومكتب البريد. لكن لو انا جيت كده، لو انا مشيت كده يبقى انا هطلع على شارع عبد الفتاح الطلخاوي تاني، بس من طريق اسكندريه مطروح، وبعديها هيبقى هايبر العجمي ستار والبوابه 8، والمرور طبعا مرور العجمي. مشيت كده، لكن مشيت العكس كده يبقى انا رايحه كده على البطاش، مسجد الحديد والصلب. جاي كمان من هنا كده مسجد الحديد والصلب وشارع البطاش الرئيسي. عدينا كده الناحيه التانيه، الشارع اللي جنبي ده كده على طول اللي هو شارع مجمع المدارس، اللي هو مجمع مدارس ابراج العائله. والشارع اللي في وشي ده كده هيبقى شارع اسماعيل الطلخاوي، اللي بقول لكم لما امشي فيه للاخر يطلعني على شارع البستان، وبطلع برضو منه على من يمين كده، بطلع منه على شارع سعد زغلول. الشارع اللي في وشي ده كده على كده مجمع المدارس، الشارع اللي فيه مجمع المدارس. نكمل. قربنا كده على الحديد والصلب، مسجد الحديد والصلب. عايزه اجيب لكم كده شويه، انا جيت من هنا عشان هنا اهدى شويه عن الناحيه التانيه. عايزه اجيب لكم برده كده شويه. نكمل جولتنا قبل ما الجو يقلب تاني. واحنا كده عملنا جولة مع بعض، مشينا لغاية من الشارع اللي مطلوبة فيه الجولة لغاية كده البطاش الرئيسي وعند مسجد الحديد والصلب. اتمنى الجولة طبعا تعجبكم، واتمنى كمان دعمكم ليا. عايزاكم تشاهدوا الفيديو للاخر. اي جولة بعملها بتعب فيها، وببقى حابة ان انتوا تقدروا تعبي ده. وطبعا اللايك والشير، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك. اي شارع برضو عايزينه اكتبوا لي. شارع البطاش كده في وشي البنزينه، وشارع البطاش بعديه بيبقى الشارع الجديد. الزحمه بقى اللي هنا اللي هي اول البطاش. ودي كده مسجد الحديد والصلب. بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله. ودي كده شارع البطاش، ودي كده شارع البطاش في وشنا على طول. كملت انا بقى هناك كده هيبقى شارع الجديد.
لكن دخلت كده يبقى انا داخله البيتاج جوه. طبعا شايفين الزحمه،